عارف ايه اكتر حاجه صعبه في بدايه اي مجال؟ مش انك تتعلم، لا، انك تجيب اول عميل. وصدقني اول عميل هو اللي بيكسر حاجز الخوف كله. خليني احكي لك تجربتي الشخصيه اللي فعلا نفعت معايا وجابت اول عميل ليا على ارض الواقع في مجال الجرافيك ديزاين. اول حاجه اعرض نفسك على الناس بس بذكاء. يعني مثلا انا كنت بعمل ديزاينات سوشيال ميديا للمدرسين، لقيت مدرس منزل ديزاين بصراحه كان وحش جدا. اخدت نفس البيانات وعملت ديزاين كويس وبعته له يشوف. المدرس عجبه الديزاين جدا وشيره عنده، والمفاجاه عرض عليا مقابل للديزاين ده، بس انا رفضت وقتها. كنت ببني نفسي في السوق عشان اسيب انطباع كويس. بعدها بشويه واحد صاحبه كلمني عشان يعمل ديزاين، ومن هنا بدات. الفكره انك تحل مشكله بدل ما تستنى فرصه تجيلك. تاني حاجه اعرض شغلك على السوشيال ميديا. انا كنت عامل ديزاين وهمي كده لمستر محمد صلاح، وطبعا كلنا عارفينه. نزلته في جروب المستر والكل بدا يتفاعل. ثلاثه تقريبا كلموني بعدها عشان اعمل لهم ديزاينات. الفكره هنا انك تعمل حاجه تشد العين حتى لو وهميه، بس تبين شغلك وجودتك. بس خلي بالك ما ينفعش تكون لسه بادئ وتنزل حاجه ضعيفه، لان الناس هتاخد اول انطباع عنك للحاجات اللي انت بتنزلها. فتعب شويه في البدايه عشان تلمع قدام الناس. ثالث حاجه العلاقات. علاقتك الحلوه مع الناس هتفتح لك ابواب كتير. زي مدرس كنت بشتغل معاه، هو بنفسه رشحني لكل زمايله. في كواليس يا صديقي كتير. عميل يعجب التصميم بعد كده يقول لك غير ده وغير ده، وساعات بيبوظ التصميم كله وتبقى عايز تعيط. وساعات الجهاز نفسه يخونك. انا فاكر مره ان الديزاين اخد مني 5 ساعات والجهاز هنج مني ورجعت اعمله من اول تاني. اكيد بتسال دلوقتي العائد المادي ايه اخباره؟ بصراحه انا ما كنتش معتمد عليه كمصدر دخل اساسي. بالنسبه لي هو هوايه اكتر من الشغل. بحب اعمل تصميم واشوف الناس بتتبسط بيه. اوضح لك نقطه، اغلب الشغل كان في الاول ببلاش او بمقابل مادي بسيط، بس كنت ببني اسم مش بجري ورا المكسب. والنهارده حتى بعد ما وقفت الجرافيك التجربه دي علمتني كتير. لكن لو اديت اهتمامك للمجال واتطورت بجد هتلاقي فرص وشركات وفلوس كويسه كمان. طب وحوار الذكاء الاصطناعي؟ اللي هيقول لك الذكاء الاصطناعي يستبدلك كلام فاضي. الاي اي اداه تساعدك. الاي اي مجرد وسيله مساعده. يعني ديزاين بياخد 4 ساعات ممكن تخلصه في ساعه. بس مين اللي بيحط اللمسه الابداعيه؟ انت. مميزات المجال بيعلمك الصبر والدقه، يخليك تبص للتفاصيل الصغيره. اي شغل بتعمله بيكون له بصمه واضحه. ممكن تشتغل فريلانسر وانت في بيتك، هتعرف على ناس كويسه من نفس المجال او عملاء كويسين وهتبني معاهم علاقات كويسه. عيوب المجال بالنسبه لي، العميل مش دايما بيديك الحريه. التعديلات كتير ممكن تبوظ شغلك. محتاج جهاز محترم عشان تشتغل براحتك. مجال الجرافيك ديزاين زيه زي اي مجال، لو دخلت بحب ونيه التعلم هتنجح فيه، بس لو دخلته عشان شهره او فلوس سريعه هتزهق وتسيبه. ابدا، جرب، اغلط، اتعلم، طور من نفسك. مفيش تجربه فاشله، في تجربه علمتك حاجه. نرحب بأسامة من خلف الكواليس اللي تعب معانا. وما تنساش ان ابراهيم مش مجرد صانع محتوى، ابراهيم مهندس. نرحب بأسامة من خلف الكواليس والجرافيك ديزاين بتاعنا احمد اللي هنعمل معاه بودكاست جريب باذن الله، والاستاذ سمير.